5 كتب يا صديقي، إياك إنك تفكر تقرأهم، لأنك لو فتحت واحد فيهم هتكون فتحت على نفسك باب عمرك ما تعرف تقفله. بيبقى في كتب عادية، بس زي ما بيبقى في كتب عادية بيبقى في كتب لأبواب تانية لعوالم تانية خالص، كتب بيتقال عليها إنها مش مجرد بس معلومات، دي حرفيا ممكن تغير عقلك أو تدمره. خليني أقولك على أخطر 5 كتب في التاريخ. أول كتاب شمس المعارف، الكتاب ده حرفيا مليان سحر وأسرار غامضة. تاني كتاب نيكرونوميكون، الكتاب ده بيتقال عليه أسطوري ومنسوب لشاعر عربي، وبيقولوا إن اللي بيقرأه ممكن يدخل في كوابيس أو عقله يطير منه خالص. تالت كتاب معانا كوديكس جيك، بالعربي إنجيل الشيطان. أسطورة الكتاب ده بتقول إن هو اتكتب في ليلة واحدة بس بمساعدة الشيطان. رابع كتاب ذا ريد بوك، بيقولوا على الكتاب ده إن هو بيأثر على النفسية بشكل مرعب جدا. خامس كتاب وأخطرهم كتاب العزيف، واللي اتقال عليه ان هو اصله السحر العربي القديم، واسمه جاي من صوت الرياح في الصحراء، وانه بيحتوي على تعاويذ للتواصل مع كائنات من عوالم تانية. في الاخر يا صديقي مش لازم كل حاجة لازم نكون عارفينها، في ابواب الافضل انها تكون مقفولة زي ما هي، ولو جيت في يوم وفكرت انك تدور ورا اي كتاب من دول فلازم تستحمل العواقب اللي هتحصل لك. بس كده، واخرا انا احمد شكر، وحكايتي دايما في انتظاركم.